عايز تفطر كويس وما تتأخرش على الشغل؟ النهارده في سكن هنقولك على أسرع 5 وجبات فطار هتعملها فوق ما يكفيك تغسل وشك، وكلها صحية ومشبعة وتخليك مش عايز تاكل لحد الظهر. أول وجبة سندوتش الموز بالزبدة، هتاخد منك دقيقتين بس. عايش توست وزبدة فول سوداني وموز متقطع حلقات، دي قنبلة طاقة هتديك سكر طبيعي وبروتين هيكفيك ل4 ساعات. تاني وجبة شوفان البرقوق السريع، هتاخد منك 3 دقايق بس. 3 معالق شوفان ولبن بارد وحبتين برقوق متقطع، حطهم في طبق وقلبهم، وكده عملت الفطار. تالت وجبة البيض المسلوق السحري، هتاخد منك 5 دقايق بس. بيضتين في مية مغلية 5 دقايق بالظبط، مع عيش بلدي وزيت زيتون، ده فطار الأبطال. رابع حاجة ودي بقى مش وجبة، سموزي الموز باللبن، دي هتاخد منك دقيقتين بس. موزة وكوباية لبن وعسل وحطهم في الخلاط، اشربها وهي باردة، هتحس بانتعاش من أول بق. خامس وجبة خليط الجبنة والطماطم، هتاخد منك دقيقة واحدة بس. عيش وجبنة بيضة وشرايح الطماطم، ما تخليش الفقر يخدعك، ده فطار ملوك بسعر قليل. خد بالك لو ما عندكش وقت خد معاك شوية لوز في الطريق، ده أحسن ما تفضل جعان. وما تنساش كوباية مية على الريق، دي بتبطل الكسل فورا. جربها وبعدين قول لنا في الكومنتات ايه اكتر فطار عجبك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. الفيديو الجاي هنكلمك فيه عن اكتر عادات الصبح اللي بتخليك مش مرتاح طول اليوم. وخليك فاكر التغيير مش صعب، الصعب انك تفضل على حالك.